التجشؤ والتكريع المستمر عامل لك قلق. التجشؤ هو خروج الهواء من المريء والمعدة عن طريق البق. هل تعرف إنك ممكن تتجشأ طبيعي من 3 ل6 ل30 مرة؟ أيوه، أنت سمعتها صح، 30 مرة، وخاصة بعد أكلات معينة زي شرب البيبس، زي البصل، زي التوم، زي المقليات، زي أكلات الكشري، زي لو كلت بسرعة وأنت مستعجل أو على جوع، أو لو كلت وأنت متوتر أوي فبتبلع هوا كتير أوي وتطلعه تاني. بتاع الأزوزة. لكن لو التجشؤ بقى متكرر أوي وبصوت عالي وخارج عن إرادتك ومش مرتبط بأكل وشرب زي أنا ما قُلت، فأصبح تجشؤ مرض، لازم نفحصك ونعالجك. تاني سبب مهم هو ارتجاع المريء وضعف العضلة العاصرة أسفل المريء وفتح حجاب الحاجز. التهابات المعدة والإثنى عشر المزمنة من الجرثومة تعمل تجشؤ زايد. السيبو يعمل تجشؤ زايد وانتفاخ في القولون. التدخين، مضغ اللبان، انتفاخات القولون، بعض الأمراض زي السكر اللي بتعمل ضعف في حركية الأمعاء والمعدة ممكن تعمل تجشؤ كتير. امتى نقلق من التجشؤ الكتير؟ لو مرتبط بعلامات خطورة زي ألم الصدر الشديد، زي الترجيع المستمر، زي نزول الوزن. ازاي نتعالج من التجشؤ الكتير؟ علاج التجشؤ بيبدأ بيك انت. تاكل بالراحة، تمضغ الأكل كويس، ما تاكلش وانت متوتر وسريع، ما تاكلش على جوع شديد، نقلل مضغ اللبان اللي بنبلع هوا كتير، نقلل المشروبات الغازية شوية. ولو المشكلة مستمرة معاك لازم نتعرض على استشاري جهاز هضمي ومناظير يسمعك، يفحصك، يحدد مشكلتك ويعالجك صح. شفاكم الله وعافاكم.